السلام عليكم. النهارده انا عندي سؤال. ايه هي الرجوله؟ يا ترى الرجوله في اني ابقى على طول متنرفز وماشي وفي بقي السيجاره واي حد يكلمني اشتم وازعق واسب الدين واشد اسمع اخر الشارع؟ ولا الرجوله في ان لو واحده معديه افضل ماشي معاها بعينيا بقى ماشي معاها بعينيا دايما ما رميتش كلمتين؟ ولا الرجوله في اني اقعد احور واقول اي كلام عشان ما اطلعش غلطان؟ المهم اني ما اطلعش غلطان. هي دي الرجوله. النهارده احنا هنرد مش من قال الله وقال الرسول، انما هنرد من كلام الكفار. يأخذ بكل رجل قبيلة. الكفار ما كانوش بيعملوا كده. الكفار لما كانوا يحبوا يقولوا على حد انه كبير كده وعظيم كانوا يقولوا احلى من العرب، يعني مش اي حد يقدر ينرفزه. الكفار حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم عشان قال بس على الآلهة بتاعتهم انها آلهة باطلة، مش كانوا بيسبوا اللي بيعبدوه. وسب الدين سب لله والعياذ بالله. وعنترة بن شداد كفار كان بيقولوا أغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، يعني يغض بصره عنها لغاية ما تقفل عن نفسها البيت، مش يقعد ماشي وراه بعينيه. أما بالنسبة للتحوير بقى، سيدنا أبو سفيان قبل الإسلام كان قاعد مع هرقل، وهرقل بيسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان نفسه يكذب ويشوه صورة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بيقول أنا ما رضيتش أكذب عشان ما يقولوش إن كذبت كذبة واحدة بس. كان شايف إن الكذب ده حاجة كبيرة على أخلاقه. أنا عارف إن الكفار مستحيل يكونوا يعني قدوة، لكن إذا كانت دي أخلاق الكفار، أمال المفروض أخلاقنا تبقى إزاي؟ يا أخي نعمل زي الكفار. طيب، السلام عليكم.